السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي مرة أخرى على قناة مطبخ بشرى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو ديال اليوم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البغرير، طريقة سهلة جدا والطريقة كتجي ناجحة 100% إن شاء الله. فهنا أنا استعملت بغرير بالسميد الناعم فقط، ما استعملتش الدقيق الأبيض. غادي نشارك الوصفه خصوصا مع المبتدئات اللي ما كيصدقش لهم البغرير. ودابا غادي نمروا المقادير ان شاء الله. انا عندي 2 كيسان كبار ديال السميد الناعم، ساشي ديال الخميره الحلويات، عندي هنا معلقه ديال الخميره ولا ما كاملاش، نص معلقه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وهنا الماء دافي باش نخلط السميده. في واحد الاناء ان شاء الله غادي نبدا الطريقه. غادي ندير داك 2 كيسان ديال السميد الناعم اولا السميده رقيقه. ندير واحد الحفيره الوسط، غنضيف ديك الخميره تقريبا هنا نصف معلقه كبيره، والملحه حسب الذوق. غادي نخلط هاد النواشف مزيان. انا هنا ما استعملتش سكر حبيبات، اللي بغى يستعملوا لكم الاختيار. دوك الكيسان اللي استعملت ديال السميد الناعم غادي نعبر به الماء. غندير الكاس الاول وغادي نخلط، نضيف الكاس الثاني، وغادي نخلط مره اخرى. نخلطها مزيان، وهنا غادي نضيف مره اخرى نصف ديال الكاس، النصف يعني هادشي اللي استعملت في الماء. نخلط دابا واحد شويه، ومن بعد غادي نجيب الباطو باش نطرب اولا نخلط به السميد الناعم البغرير ديالي، ولا ممكن انكم ديروه في الخلاط الكهربائي اللي متواجد عندكم. غادي نطحن هاد الكميه مزيان، وها هو البغرير ديالنا كي تيجي على هاد الشكل هذا. عاد من بعد غادي نضيف داك الساشي ديال الخميره ونعاود نخلط عاوتاني مره اخرى. صافي القوام ديالو تيجي على هاد الشكل هذا، كنخليه تقريبا واحد 5 دقائق يرتاح. من بعد غادي ندير المقله ديالي فوق البوطه تسخن، وغادي نبدا ان شاء الله نطيب في البغرير ديالي. انا هنا كما قلت لكم خليته 5 دقائق. نتوما كما كتجيو تشوفوا تبارك الله تيجي مثقب، كله مثقب. تيجي رائع بلا دقيق ابيض. نشارك معكم واحده اخرى مازال. غادي عاود نمسح المقله ديالي وندير عاوتاني واحد الكميه، ندورها في المقله ديالي مزيان ونخليها طيب على خاطرها. النار ما تكونش قليله بزاف وما تكونش مجهده عاوتاني، تكون بين وبين. غنكمل كاع الكميه ديال البغرير اللي عندي. انتما كما كتشوفوا النتيجه ديال البغرير راه تيجي تبارك الله كله مثقب. هذا ما حمرتهاش بزاف من التحت، اللي بغى يحمرها لكم اختيار. وهذه عاوتاني محمره من التحت، يعني ديروا اللي بغيتو. تيجي رائع هنا بلا سكر حبيبات، تيجي محمر وتيجي رطب تبارك الله.
وكما قلت لكم غنكمل الكميه ديال البغرير اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي في الطبق ديالنا. ودابا فاش ساليت نتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا بالسميد الناعم فقط. تيجي رائع، وصفه ناجحه 100%. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وانا كما قلت لكم ممكن انكم ترافقوه بالكونفيتور ولا بالزبده مذوبه ولا العسل. وفي الاخير كنتمنى انكم تدعموني بلي لايك ديالكم بتعليقكم الزوينه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم تفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد ديالي ان شاء الله. وكنشكركم جزيل الشكر، وشهيه طيبه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.